الزمالك تفتح النار على شيكابالا بعد بيانه عن مرتضى منصور. نشوفه ونرجعوا تاني يا جماعه. شيكابالا خرج بعد مباراه الشباب السعودي، طلع قال لك انا في كلام هقوله بعد البطوله ولينا حديث اخر، ولمح تلميحات غريبه في توقيت غريب لدرجه ان الناس كلها بدات تتكلم ايه شيكابالا بيتكلم ليه كده وبيخرج الفرقه ليه عن تركيزها والتشتيت وكانت كان كلام في التوقيت ده مش مفهوم وغريب، وليه طلع في التوقيت ده محدش عارف. لو تفتكر يا كابتن خالد، شيكابالا لما رجع من النادي من رحله احترافه او من النادي الاسماعيلي، الناس كلها اتكلمت، حتى انت كنت ساعتها عملت قلت لما اتقال ان شيكابالا في مكان ليه هيبقى في نادي الزمالك. حضرتك حتى عملت مسابقه ان هيتحط في الجهاز الفني كتكريم ليه، لان هو كان شبه بيعتزل او بيبطل كوره. فوجئنا بقرار المستشار مرتضى منصور بقيد شيكابالا في قائمه الفريق الاول، وكان الكلام دوت على لاقى انتقادات كتير جدا جدا من الجماهير على اعتبار ان شيكابالا غايب بقاله فتره عن الملاعب ومش مش في الفورمه اللي تاهله ان هو يبقى متواجد مع فرقه الزمالك في التوقيت دوت. فصاحب الفضل على، انا ما بتكلمش مجامله للمستشار مرتضى منصور، لا، صاحب الفضل على شيكابالا ووجوده في الزمالك لفتره تزيد عن 7 سنين او 8 سنين هو المستشار مرتضى منصور. فلما يطلع النهارده شيكابالا يعمل بيان، المستشار مرتضى منصور بالمناسبه لما اتكلم امبارح اتكلم بناء على التلميحات اللي عملها شيكابالا، اتكلم بناء على عدم حضور شيكابالا الاجتماع اللي كان معمول للجهاز الفني بصفته قائد للفريق. لما يطلع شيكابالا النهارده ويعمل بيان، النهارده في مثل بيقول لك ايه، حبيبك بيبلع لك الزلط وعدوك يتمنى لك الغلط. النهارده شيكابالا تحس ان هو مستني، او اللي هو ايه، انا بجر شكل، او ان انا بعمل شهيد. شيكابالا عايز يتأيد السنه الجايه بالمناسبه، وكل اللي بيعمله شيكابالا ده عشان يتأيد، وبيضغط بورقه الجمهور عشان لما يجي الجهاز الفني او اي حد يقول ان شيكابالا غير جاهز ان هو يتم قيده في السيب عشان خناقته مع مرتضى منصور. بس انا امبارح المستشار مرتضى قال ان قرار قيد اي لاعب مرتبط بمستر اوزوريو، هو مستر اوزوريو، وعلى فكره مستر اوزوريو ما قالش حد يمشي. لا انا بكلمك ولا حد يقعد. لا انا بكلمك بقى ايه اللغه اللي هي ايه اللي بين السطور واللي انت شايفه. بطوله عربيه، انت رايح انت وفرقتك تلعب بطوله عربيه، فجاه بيطلع كابتن الفرقه بعد مباراه الاتحاد المنستيري، انت غالب وفي تركيزك، يقول لك انا عندي كلام هقوله بعد البطوله العربيه، وكانه هو بيشتت تركيز الناس، وكانه هو عنده معركه شخصيه بياخدها مع المستشار مرتضى منصور. فوجئنا النهارده ان هو عمل بيان بيرد فيه. اول حاجه عنوان البيان بيقول لك الرئيس السابق. هو المستشار مرتضى منصور هو اللي قال انا مش موجود، ممكن الصبح يبقى موجود بالمناسبه في نادي الزمالك. ففكره ان انت بتتكلم بتقول للرئيس السابق، اول حاجه، طب في ناس كتير اتكلمت على شيكابالا بجمل وعبارات احنا كلنا بنرفضها، ما يصحش تتقال. يبقى انت شيكابالا المفروض ما تاخدش جمله زي كده لما يبقى في حد بيقولها انت ما تقولهاش، لان مرتضى منصور الصبح ممكن يبقى موجود لك جوه نادي الزمالك ومفيش حد يمنعه. الجمعيه العموميه اللي انتخبت مرتضى منصور، الجمعيه العموميه اللي تشيل مرتضى منصور. لما تيجي تطلع بيان طويل عريض وتتكلم فيه وتقول ان انا كنت على تواصل مع الناس اللي حاجزين على نادي الزمالك وقالوا لي لا احنا مش حاجزين، لا حاجزين، واللي يقول لك انا مش حاجز كذاب. ليه؟ النهارده هو احنا طلعنا الصبح لقينا نفسنا بنقول ان احنا حاجزين ان الزمالك محجوز عليه؟ ممدوح عباس والمحامي بتاعه لما يطلعوا يقولوا انا مش حاجز يبقى احنا نصدقهم؟ لا انتوا حاجزين. النهارده شيكابالا مين اللي كتب له البيان دوت؟ اللي انت طالع تقول انا مش بتكلم كقائد الفريق، لا ده انا بتكلم كواحد من الجمهور. لا انت قائد فريق نادي الزمالك، المفروض وانت بتتكلم تبقى عارف المسؤوليه اللي بتتكلم بيها، انت بتتكلم ازاي، وعارف انت ايه حدودك وايه التزاماتك. اي حد بيتكلم على الفيس في اي نادي تاني بيتم توقيع عقوبات وغرامات عليه. لما تيجي تتكلم وتقول انا كان عليا فلوس وغرامات، وكانت الغرامات دي المفروض تدفع لما الجنيه كان ب7 جنيه، نادي الزمالك ما كانش فيه فلوس عشان يدفع لك الجنيه ابو 7 في التوقيت ده. شيكابالا انت لما رحت الاسماعيلي ما استحملكش 6 شهور، مع احترامنا لشيكابالا. النهارده لما تيجي تتكلم وتيجي الناس بتتكلم النهارده على مستشار مرتضى منصور وعلى مجلس اداره النادي الزمالك، عمالين في حاجه غريبه جدا، بيتهموا مرتضى منصور ان هو بلغ الضرايب، مصلحه الضرايب على فلوس ان الزمالك عنده عليه فلوس لمصلحه الضرايب، المفروض يتهرب من الضرايب.
يعني احنا قلبنا الايه. يعني النهارده لما اروح لمصلحه الضرايب اقدم اقرار ضريبي اقول لهم انا عليا انا يا جماعه كسبت 10000 جنيه حاسبوني، يبقى انا مجرم؟ المفروض ان انا اخبي اقول انا انتوا ليكوا فلوس بس انا ما عنديش. طب انت النهارده ممدوح عباس حجز وخرب نادي الزمالك، ممدوح عباس دمر نادي الزمالك، اللي شيكابالا بيتباهى ان هو يعرف ممدوح عباس. يا شيكابالا اخدت لعيبه الزمالك كلهم ايام اللجنه المعينه اللي ادارت نادي الزمالك ورحت المستشفى بتاعت ممدوح عباس. فالنهارده انت لما تقول ده انا علاقتي بالسابقين، لا، انت علاقتك علاقه خاصه بممدوح عباس بالتحديد. النهارده احنا عندنا والله يا انا يعني انا زعلان جدا وما بحبش ابدا ان قائد الفريق او رئيس النادي يكون عندهم خلاف. المفروض الناس لما يبقى في مشكله او ازمه استنى لما الراجل يرجع، لو انا بقى شايف ان هو مش موجود. لكن انا طالع النهارده تقدر يا شيكابالا انت كنت تتكلم على مرتضى منصور كده؟ ما ينفعش. فالنهارده اما نيجي بنتكلم راجع نفسك يا شيكابالا. طيب شوف مين اللي كتب لك البيان، طيب شوف مين اللي مسلطك على نادي الزمالك. طبعا شيكابالا قال كلمه مهمه جدا ان يوم 7 ان الدولار ب7 جنيه. على فكره الدولار ب7 جنيه دي 2016، الدولار ب7 جنيه دي كان اخر مره 2009 على ما اتذكر، يعني صح ولا انا غلطان؟ يعني اعتقد في 2016 ده كان الدولار وصل ل 22 جنيه 22 جنيه قبل ما ينزل بعد كده في 2018 ده نزل ل 15 جنيه. كابتن شيكابالا يمكن جانبه الصواب ان في بعض الناس اللي هو حاولت ان هي توصلوا للمرحله دي. اولا انا عايز اقول للمستشار مرتضى منصور بيحب شيكابالا، بيحب شيكابالا وبيعتز بيه كمان، بيعتز بيه بدليل ان هو في 2016 ولما رجع نادي الزمالك زي ما حضرتك قلت ان هو كان المفروض ان هو هيكون ضمن اعضاء الجهاز الفني، وحرص ان هو يأيده في الفرقه وان هو يقف جنبه ويدعمه. انا فاكر ساعتها فاكر ساعتها كان جمهور الزمالك او بعض الجماهير بتقول لك ان شيكابالا هيبقى في الجهاز الفني. وبعد كده ان المستشار مرتضى منصور طبعا سمع طبعا ان في من اسبوعين 3 قبل البطوله العربيه ان في حاله من التمرد من شيكابالا، بيقول للعيبه المستحقات ومش هنخش التدريب وغيرها. ويمكن اسلام صادق يمكن نشر الكلام ده في المصري اليوم، ولكن طبعا نظرا لظروف البطوله العربيه ونظرا للفريق داخل على بطوله فالمستشار ما اتكلمش في الموضوع ده او ما فتحوش بحيث ان هو ما يحصلش اي لا هو يعني لما طلع المستشار مرتضى واتكلم على شيكابالا هو وجه له عتاب، يعني وجه له عتاب بصفته قائد الفريق، بصفته ان هو يعرف الناس اللي هي المسؤولين قبل كده، يعرف ممدوح عباس ان هو ليه ما راحش واتكلم معاهم، او هو ليه ما قالش ان المشاكل دي هي الحجز على النادي وهعمل واسوي وبتاع. كان من المفترض ان شيكابالا يرجع للمستشار مرتضى منصور ويشوف الحجز اترفع ما اترفعش، يعني ما ياخدش بكلام المحامي ويسوقه في البيان بتاعه ويقول ان انا سالتهم وقالوا ان الحجز مرفوع. طب هو الحجز مرفوع، الحجز مرفوع ازاي؟ فين الخطاب؟ انا نتحدى محامي ممدوح عباس ان هو يطلع لنا خطاب يقول فيه ان تم رفع الحجز عن نادي الزمالك، بيان بايد فيه الكلام بتاع محامي ممدوح عباس. ما يصحش كانه يعني كانه بيقول ان ما فيش حجز يعني. بالظبط كده. فاللي حصل دوه يعني انا يعني قائد الفريق يبقى مع رئيس النادي. تعالى بس انت تيجي المستشار مرتضى منصور يا شيكابالا، تعالى بس قابله واتكلم معاه عن مشاكل الزمالك، شوف الراجل هيقابلك ازاي، شوف الراجل هيحل المشاكل ازاي. لكن انا ابتعد واقول الرئيس السابق، لا برضك يعني دي برضك ان انا يعني جانبه الصواب فيها، ما يعني برضك عيب ان انا اقول على رئيس النادي الرئيس السابق منصور. مش عايز اقول رئيس الزمالك السابق، يعني يقول للمستشار مرتضى منصور احتراما لهذا الرجل اللي هو في يوم من الايام وقف جنبه. فهو الراجل وقف جنبه كتير جدا وساعده كتير. وبعدين مجلس اداره مش هيسكت، ما هو مجلس اداره برضك يعني احنا ما عندناش مجلس ضعيف. اي لعيب بيخرج عن النص في لائحه بتقول، اي حد بيتكلم على الفيس، اي حد بيتكلم على السوشيال ميديا بيتعاقب. فلا بد ان هتكون في عقوبه موجوده على شيكابالا حتى لو هو قائد الفريق. فانا كنت اتمنى ان شيكابالا بدل ما يطلع بيان وبدل ما يستمع للناس اللي هي عايزه تهد نادي الزمالك، وبدل ما هم يسخنوه او يستغلوه، يعني يستغلوه الاستغلال ان هو يعني يهاجم نادي الزمالك او يهاجم رئيس نادي الزمالك، ان هو يجي يقعد مع المستشار يتكلم معاه في المشاكل دي، والراجل كان هيقابله، والراجل ما كانش ان هو هيبتعد عنه، ان هو دايما احنا بيحتضن اي حد. هو احنا شفنا مثلا احمد الاحمر لما طلع اتكلم وحصلت مشاكل وبتاع والناس استغلوا هذا الموقف ضد رئيس نادي الزمالك والدنيا هاجت. ايه اللي عمل؟ ما جه لرئيس نادي الزمالك واتكلم معاه، والراجل قابله كأب وابن مع بعضيهم وانتهى الموضوع وخلص.
فاحنا ليه بنصدر المشاكل؟ يعني احنا عندنا مشاكل كتيره جدا، ومجلس الزمالك عنده هموم كتيره جدا، احنا لازم كلنا وشايل جبال بينحت في الصخر، لازم المجلس كلنا بينحت في نبقى في الصخر ظهر بعض. لازم كلنا ضرب، واحنا في التوقيت دوت لو ما كناش نبقى في ظهر بعض في التوقيت دوت، ايه اللي هيحصل بعد كده؟ يعني انا المفروض ان انت شيكابالا المفروض ان هو كقائد للفريق اننا كلنا نقف مع بعض في الازمه، بيبقى في رخاء بقى، نبقى نتكلم زي ما احنا عايزين ونقول زي اللي احنا عايزينه بعد كده. صحيح. لا يصح ابدا في انه يحصل مهما حصل من مشكلات او من ازمات ان لاعب يصدر بيان في حق مجلس اداره النادي او يوجه خطابه لرئيس النادي في صوره بيان. لكن يبدو من المشهد يا كابتن خالد، انا مش عايز اخش في تفاصيله قوي لانه هو اكيد واجع الزملكاويه. طبعا. انما يبدو من المشهد ان هناك من نجح في زرع الفتنه ما بين شيكابالا والمستشار مرتضى منصور. هناك من نجح في ان هو يأثر شيكابالا ويخليه ياخد الخطوه دوت او المنحنى دوت، لان البيان فيه مغالطات كثيره جدا. شيكابالا مع كامل احترامنا ليه كلاعب، لكن كان ممكن بمنتهى البساطه الاجتماع اللي دعا اليه الاستاذ مرتضى منصور قبل سفر البعثه كان يعرض البيان دوت او الكلام دوت لو هو كان نابع منه فعلا، كان عرضه على رئيس النادي وكان اتكلم معاه مباشره، وكان وقتها يشوف هل هيكون في حل ولا مش هيكون في حل، هل هيكون في رد ولا مش هيكون في رد. الرأي العام الزملكاوي اعتقد في منتهى الحزن يا كابتن خالد، وشيكابالا بالبيان دوت وضع الجميع في حرج شديد جدا. ما هو مش ممكن انت النهارده بتتكلم عن رمز النادي اللي هو رئيس النادي ورمز الفريق اللي هو قائد الفريق، مش ممكن انت تاخد جنب على حساب جنب. انت ليه بتحط المنظومه الزملكاويه كلها في حرج شديد؟ صحيح. ليه انت عملت الازمه ديت من لا شيء؟ اديت فرصه ذهبيه لكل المتربصين بنادي الزمالك ان هو يمسك في القصه ديت وينفخ في النار اكتر ويزرع المشكلات اكتر ويشتغلوا عليها الاسابيع اللي جايه. والله العظيم اللي شفناه ده يا جماعه اغرب من الخيال. الضحيه بقى هو الجلاد والجلاد بقى هو الضحيه. طب واحد من الاربعه حتى اللي قاعدين في الاستوديو يقول ان شيكابالا مش غلطان. طب واحد من الاربعه حتى اللي قاعدين في الاستوديو يقول ان شيكابالا رد فعل. طب واحد من الاربعه حتى اللي قاعدين في الاستوديو يقول ان شيكابالا يا عيني بيدافع عن نفسه. طب حد من الاربعه اللي قاعدين في الاستوديو يقول ان شيكابالا بيقول وجهه نظره على اللي حصل له، بيدافع عن الاتهام الكبير بان هو متواطئ، بان هو بيحرض اللعيبه. طب حد من الاربعه اللي قاعدين في الاستوديو يقول كلمه حد. طب حد من الاربعه اللي قاعدين في الاستوديو يختلف مع الثلاثه التانيين عادي خالص، يقول ان شيكابالا رد فعل ومش فعل. لا 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 لا، الكل بيطبل لصاحب العزبه. اي حد هيقول ان قناه الزمالك هي قناه لخدمه الزمالك وجماهير الزمالك ونادي الزمالك هقول له انت كذاب. القناه ديت قناه مرتضى منصور وعزبه مرتضى منصور وبتدافع عن مرتضى منصور. مرتضى منصور اللي استقال واللي طلع من 4-5 ايام وقال انا مسافر بره ومش راجع النادي تاني، والمعزول بحكم محكمه. يا جماعه ازاي مسموح له يطلع؟ وازاي مسموح له يهاجم لاعيبته كده؟ وازاي مسموح له يهاجم اسطوره فريقه اللي هو شيكابالا اللي ليه 25 سنه في نادي الزمالك بالشكل ده؟ ازاي يتهموا اتهام شنيع زي ده؟ شيكابالا يا جماعه قال ان في كلام تاني لسه هيتقال. شيكابالا يا جماعه عاوز يقول ان رئيس النادي ده اتهم لعيبه بانها بتشرب مخدرات، واتهم لعيبه بانها بتاعت نسوان، واتهمه هو نفس شخصيا اهوت بان هو متواطئ ومتخاذل مع لعيبه عشان ما تنزلش التدريب. هو في ايه تاني يا جماعه؟ هو في رئيس نادي في الدنيا بيعمل كده؟ هو في قناه نادي في الدنيا تهاجم نجمها الاول ونجم الفريق واسطوره الفريق بالشكل ده، رغم ان يعني مجني عليه سايبين الجاني اللي قال على نجم فرقته واسطوره فرقته انه متواطئ وانه متخاذل وبيهاجموا المجني عليه وجايين على المجني عليه؟ هو في عار اكتر من كده ايه؟ يا للعار، مفيش عار اكتر من كده في مجال الرياضه. ازاي التخاذل ده؟ وفي واحد من الاربعه اللي قاعدين قبل كده قال له اطلع بره بره، ومصر كلها عملته ترند ومفيش فايده. طلع النهارده يطبل لرئيس النادي على حساب كابتن النادي. حاجه فضيحه وحاجه مهانه وحاجه قله قيمه وكرامه. مش عارف اقول لكم ايه والله. لا حول ولا قوه الا بالله. والله العظيم شيكابالا ليه حق. رجاء الاشتراك في قناتي وتفعيل الجرس.